أستاذ داود، بالنسبة تحدثت عن الصوم لديكم في الأيام الثلاثة، هذه الأيام الثلاثة وبعدها يأتي العيد. الصوم لديكم هي امتناع عن الأكل والشرب الصوم طبعا اعتياد يصوم الصوم، يعني يصوم يعني يمتنع عن كل شيء، ولكن كما أكدت الديانة اليزيدية ليس أنك تصوم عن الطعام والشراب فقط، لا، تصوم عن لسانك، عن قلبك، عن عينك، حتى عينك ممنوع تشوف قضايا غير أدبية في عينك، أو محرم عليك أن تكذب. إذا كذبت انتهى الصوم مالك. في قلبك أيضا لابد أن تكون حنين على الفقراء، على المحتاجين. في أفكارك، مو أنت صايم وتخطط راح نقتل الشخص الفلاني، لا، أو نسوي حيلة للشخص الفلاني، هذا مو صوم احنا عندنا. إذا كان في بعض الأديان والطوائف الأخرى بين الصوم الامتناع عن الأكل والطعام، لا، ولكن جزء من هذه هي الامتناع عن تناول الطعام من الفجر. يعني الفجر هي فجر الشمس، يعني من شروق الشمس إلى غروبه، هذه عندنا الصيام 3 أيام فقط، ويفرض على جميع اليزيديين باستثناء عدم المدركين، يعني إنسان واحد ما عنده إدراك، يعني مجنون مثل نقول، أو ما يفتهم بالدنيا، والأطفال والعجزة الذين لا يستطيعون، عاجز، امرأة كبيرة، رجل كبير بالعمر، عاجز، هذا الأطفال، أطفال إذا صغير ما يحسبه، والمرضى، لكن بشرط أن يعوضها في أيام أخرى. المريض لا يصوم، لكن بشرط أن يعوضها في خلال السنة، أن يعوضها بأيام أخرى، أن يصوم بدلا عنها.